الاهلي لو كسب ماتش من الماتشين الجايين سواء بالميراس او بورتو هتوصل المكاسب الماليه لاكتر من 475 مليون جنيه. ايوه الرقم اللي انت سمعته مظبوط. ليه بقى؟ المكافآت الماليه في البطوله دي بتدي للي بيتعادل في دور المجموعات $1,000,000، ودي الاهلي خدهم خلاص، يعني كده تقريبا بنتكلم في 50 مليون جنيه، والمكسب ب$2 مليون. فلو الاهلي كسب ماتش من الماتشين الجايين سواء بالميراس او بورتو هياخد كمان $2 مليون، يعني كده بنتكلم في 100 مليون جنيه. وكمان المكسب بتاعنا هيخلينا 4 نقط، وده هيأهلنا مباشره لدور ال16. التأهل لدور ال16 الفريق هياخد $7.5 مليون. $7.5 مليون مع ال2 مليون بتوع المكسب، يعني نتكلم في $9.5 مليون، يعني تقريبا 475 مليون جنيه واكتر كمان. فايه بقى، مش ناوي تاخدهم يا اهلي ولا ايه؟